إذا برشلونة بيفوز على أتلتيك بلباو بنتيجة 5-4 في الشوط الأول، وواحد كده يعني فتح كلام كده في الشوط الثاني. 5 مرتاح، 4 في الشوط الأول واحنا واقفين على رجلينا، يعني فاهم، تدليك تدليك، ما بنعملش أي حاجة. وأهلا بأي حد يجي لنا من مدريد. هتقول لي بقى أتلتيكو وماله، هتقول لي الريال غريمي، يا أهلا وسهلا. إحصائية بانت النهارده في الماتش ان في اخر ماتشين لبرشلونه في كاس السوبر جاب 10 تجوان. هتقول لي ازاي يا عم؟ اقول لك الماتش اللي فات الاخير النهائي فايزين 5 على ريال مدريد، والنهارده جايبين 5 في بلباو. فحاجه يعني خلاص، موضوع السوبر ده يعني بالنسبه لهانز فليك بقى يعني فاهم تسالي كده، ازازه لب وفول سوداني. فهنتكلم النهارده عن اكتساح ودغدغه وش اتلتيكو بلباو، او اتلتيك بلباو، مش اتلتيكو خالص، اتلتيك بلباو، بخماسيه نظيفه، مع الرأفه، مع الشفقه، مع الاحترام الزائد بصراحه اللي احنا احترمناهم. وهنشوف مين اللي هيجي لنا. فالاول اعمل لايك وشير وسبسكرايب، اشترك في القناه لو مش مشترك. يلا بينا نبدا. برشلونه النهارده هانز فليك قال لك انا هبدا باخوان جارسيا في حراسه المرمى، كوندي، كوبارسي، وجنبه ايريك جارسيا، بالدي، فرينكي ديونج، بيدري، فيرمين لوبيز، روني بارداججي، ورافينيا، وقدامهم فران توريس. وقال لك انا مش هلاعب لامين يامال النهارده. ولو ان لامين يامال التقارير الصحفيه قالت، خصوصا جريده سبورت الكتالونيه بتقول ان لامين يامال حس النهارده اللي هو كويس، ولكن هانز فليك قال لك هو ما اتمرنش امبارح، فانا مش عايز اجازف بيه. مش مستاهله يعني، اتس اتلتيك بلباو، واحنا بلباو يعني احنا الشهر اللي فات رقعينها في افتتاحيه الكامب نو الجديد 4 صايمه، فمش محتاجه يعني. والواد نزل اخر 20 دقيقه برضه، عمل له 2 كده بوش رجله الخارجي. يعني الواد لعب معانا كده اتس هاف فن. فتمام. شوط اول ربع ساعه المكنه ما اشتغلتش، والمكنه لسه ما سخنتش. تحس ان برشلونه كده مزمزق، تايه، مش عارفين نجيب اول الخيط بس بتاع الماتش. ولكن بعد ال 15 دقيقه الاولانيين اللي كاد ان اتلتيك بلباو يعمل شبه خطوره علينا، بدانا نتحسس طريقنا. بدري جات له واحده من خارج منطقه الجزاء، شاطها بس كانت ضعيفه. فيرمين لوبيز جات له واحده برضه، شاطها كانت ضعيفه. لغايه لما الدقيقه 22 بتيجي، واول الاهداف. اول الاهداف كان اعتقد لفيرمين لوبيز، اعتقد فيرمين لوبيز جايب جون وعامل اسيستين النهارده. بعد كده فيران توريس، بعد كده روني بارداكجي، بعد كده ثنائيه رافينيا، واحده في الشوط الاول وواحده في بدايه الشوط الثاني. الدنيا بتخلص سهله. اتلتيك بلباو فكر نفسه اللي هو لما يقفل لي العمق انا مش هعرف اشتغل من على الاطراف عشان ما عنديش ليفاندوفسكي اللي هعمل له العرضيات. ولكن يا ارنستو فالفيردي مدرب اتلتيك بلباو، مش كل العرضيات لازم تبقى طويله، في عرضيات بتبقى لبره، في عرضيات اللي هي بتبقى ارضيه. عرفنا نجيب منها كل الاجوان اللي احنا جبناها النهارده. ولولا اللي فران توريس مهاجم على قده، كان زمان فران توريس ده لوحده طلع له بهاتريك. اللي احنا شفناه تألق غير عادي لفيرمين لوبيز النهارده، اللي كان بيلعب تحت راس الحربة. الواد ده رايق، الواد رايق، ولما بيبقى في يومه بيبقى رايق قوي 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 قوي. فيرمين لوبيز خدنا منه شوية لمسات فكرتنا بانطلاقة فيرمين لوبيز هذا الموسم، واللي تشيلسي كان هيموت عليه في الصيف. عرفنا ليه ان فيرمين لوبيز أصر هانز فليك على وجوده في كتيبة برشلونة. روني بارداكجي اللي بديله كل الدعم، وما بيأثرش رقبة هانز فليك كل ما بيحتاج له. لازم يديله أداء في الملعب، أو اسيست، هدف، حتى لو عملش اي حاجه بيدي اداء مقنع جدا. رافينيا لا يزال هو سوبر رافينيا. رافينيا النهارده الشوط الاول كله كان بيلعب على الناحيه الشمال مع بالدي. الشوط الثاني، من بدايه الشوط الثاني وهو بقى بيلعب تحت راس الحربه، وفيرمين لوبيز هو اللي راح مكانه على الجناح الشمال، وقدر اللي هو يجيب منها الجون الثاني ليه والخامس لبرشلونه. برشلونه النهارده كان بيعزف سيمفونيه في الاراضي السعوديه.
ملعب الجوهرة المشعة النهاردة يعني في حوالي أكتر من 50,000 متفرج، أغلبيتهم كانوا برشلونية النهاردة، كانوا بيتفرجوا على النجوم بتاعتها. بدري النهاردة ما عملش سروهات كتير عشان أتلتيك بالباو كانوا قافلين العمق، ولكن قدر بكورة وبتانية وبتالتة يفك التكتلات الدفاعية اللي كان عاملها أتلتيك بالباو في الماتش. ماتش النهاردة تقدرش تقول فيه حاجات كتير جت على في خوان جارسيا، ما فيهوش اختبارات حقيقية لمدافعين برشلونة. موضوع ان ايريك جارسيا النهارده كان بيلعب مكان جيرارد مارتن او بيلعب كقلب دفاع، ده كانت مفاجأة من هانز فليك لي انا شخصيا، ما اعرفش انت اتفاجئت بيها ولا لا، ولكن في الاول وفي الاخر ماتش قدرت اللي انت تكتسح بيه اتلتيك بالباو بخماسيه، قدرت اللي انت تريح فيه لامين يامال عشان الماتش الجاي النهائي اذا كان قدام اتلتيكو مدريد او اذا كان قدام ريال مدريد يقدر يلعب بكامل جاهزيته. النهارده قدرت تقدر تعمل التبديلات بتاعتك، تنزل برنال، تنزل ماركوس راشفورد، تنزل جيرارد مارتين، تنزل داني اولمو النهارده نزل. قدرت اللي انت تكسب بسكور كبير، قدرت اللي انت تلعب بأريحية كبيرة، قدرت اللي انت الشوط الثاني تقدر تدور الكورة بين اللعيبة من غير ما تستنفذ بدنيا. قدرت النهارده اللي انت تريح لامين يامال اللي ما كانش بيتدرب امبارح مع الفرقة. قدرت النهارده اللي انت تاخد كل اللي انت عايزه من الماتش كهانز فليك. فزت، اقنعت، لعيبتك جالهم الثقه، رافينيا جاب جونين، فيرمين لوبيز عمل النهارده هاتريك مساهمات، جايب جون وعامل اسيستين، روني بردكج النهارده جايب جون ولا اروع. الجون الاولاني بتاع رافينيا اللي جامد قوي يا جماعه، اللي جاي من الزاويه الضيقه بشماله، جون رهيب. فران توريس لا يزال يعني حلقة مفقودة، مش هو فران توريس عموما، الراس الحربة بتاعنا حلقة مفقودة أو أضعف حلقة موجودة في برشلونة. في الأول وفي الآخر بتفوز بدشملة، بإقناع، بإمتاع. هنتفرج بكرة إن شاء الله على أتلتيكو مدريد وريال مدريد عشان نشوف أيهما يقابل البعبع الكتالوني. في الأول وفي الآخر مبروك جمهور برشلونة، هارد لك لكل الجماهير اللي ما كانتش عايزه برشلونه تكسب، واكيد اكيد 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 ما فيش حد بيشجع ريال مدريد ما كانش عايز النهارده برشلونه تفوز. ليه؟ عشان يبقى النهائي كلاسيكو، يقدروا ان هم يعوضوا كلاسيكو النهائي بتاع السوبر الاسباني الماتش اللي فات او السنه اللي فاتت. اعتقد يعني الموضوع هنعرف يوم الاحد ان شاء الله في النهائي. في الاول وفي الاخر بحب اقول ان كل اللي انا قلته ده وجهه نظر شخصيه، اهم حاجه وجهه نظر حضراتكم في الكومنتات، يا ريت تشاركونا بيها. وختاما كان معاكم خالد الشناوي، برنامج فار. سلام.